الناس اللي بتربي اعداد صغيره بتقول لي يا ابو نوح معلش احنا ما عندناش اي امكانيات لا نجيب خلايا ولا شفاطات ونربي كميات بسيطه نرزق وناكل منها عيش والحر مبهدلنا. فعايز اقول لكم مبدئيا يا جماعه هو لا غنى عن خلايا التبريد والشفاطات في اوقات الحر اللي زي دي علميا، ولكن طالما الايد او طالما العين بصيره والايد قصيره فنحاول ندور على حلول مع بعض باقل التكاليف بحيث انك يعني تقدر تعدي موجة الحر دي باقل الخسائر. طيب مبدئيا اول حاجة عندنا هنبص عليها هي المية. نخلي بالنا يا جماعة لان طبعا احنا عارفين حرارة الجو دي بتسخن اي حاجة، يعني حتى المية اللي بتبقى محطوطة في السقايات بتسخن، فننصح نحط لو مكعبات تلج كبيره في الميه تحافظ على ان الميه تفضل رطبه وما تسخنش، يعني مش عايزين ميه ساقعه وفي نفس الوقت مش عايزينها تسخن. دي نقطه. وطبعا كلنا عارفين ان فيتامين سي لا غنى عنه ومش مكلف برضه ولا حاجه، يعني انت لو بتربي مثلا كميه قليله هتروح تجيب شويه ب 100 جنيه ولا ب 200 جنيه حق، يعني عايز اقول لك انهم يوم ممكن بحق فرخه واحده بس. وتنزل بجرعة الفيتامين سي يعني ممكن من الساعة 4 5 الفجر، يعني كل ما بتحطه بدري كل ما بيشتغل بدري، وبعد كده الفرخ يقدر يستفاد منه وقت الحر. يبقى احنا كده قلنا المية نحاول المية تكون باردة على قد ما نقدر ما تكونش سخنة، وفي نفس الوقت نحط فيتامين سي في المية. والميه تبقى موجوده باستمرار وقت الحر، يعني بلاش اللي احنا نعطش نهائي او ما ناخدش بالنا ان الميه خلصت، لا بالعكس لازم حتى الداير بتاع السقات يكون مليان ميه بزياده بحيث الفرخ يغطس دماغه على قد ما يقدر. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا في الميه، ندخل بقى على العلف. ناس كتيره جدا مبدأها في انها تحط العلف على مدار ال 24 ساعه قدام الفراخ، فانا عايز اقول لك ماشي مفيش مشكلة عادي، ولكن في الجو الحر اللي احنا فيه دوت يفضل انك ترفع العلف من قدام الفراخ من بداية ذروة الحر، يعني من الساعة 10 الساعة 11 على حسب الجو بدأ يحرر من امتى، وتفضل رافع العلف عن الفراخ يعني لحد الساعة 3 4 العصر، يعني لحد لما الجو يبدأ يفك شوية ويبدأ تيار الهواء يمشي. التجويع الفترة دي كلها مش هيضر الفراخ في حاجة ولا هيأثر عليهم في حاجة خالص، بالعكس عملية الهضم اللي بتحصل جوه جسم الفرخ لما بياكل بتبدأ انها تزود حرارة جسمه الداخلية، فممكن تعمل لنا مشاكل اكتر وتزود الحر، فاحنا كده بنتجنب النقطة دي. يبقى احنا كده اتكلمنا في مية وفي علف. هنتكلم تاني بقى في حتة التهوية. على قد ما تقدر فتح الشبابيك اللي عندك كلها، يعني هي كده كده الشبابيك اللي عندك هتبقى جايبه هواء سخن من بره، ولكن على الاقل انت بتعمل تيار هواء في المكان كله عشان حتى على الاقل تخرج نفس الفراخ وتقلل الحراره بتاعتهم شويه، او تقلل احساس الفرخ بالحراره شويه. يبقى بقدر، وفي نفس الوقت برضه عايز تاخد بالك من حته، مش عايزك يعني تفتح كل الشبابيك وبمفهوم الابواب، لا انا عايز الباب يكون ثابت، لان طبعا الباب انت لو فتحته في الفراخ بتبقى على الارض خالص وتيار الهواء يكون جاي عليها مباشر، فطبعا هيديلك لطشه برد، فاحنا مش حمل حاجه، احنا مش عايزين نطلع من نقره نقع في تحضير زي ما بيقولوا. طيب اتكلمنا في حته التهويه، نيجي بقى بعد كده. وبرضه يا جماعه الناس اللي بتشغل مراوح وتخليها مباشره على الفراخ، عايز اقول لك ان ده مشكله كبيره، لانك برضه بتزود كده الاحتباس الحراري، انت المروحه دي بتضخ هواء سخن على الفراخ غير انه بيعمل تيار مباشر ممكن يضرك في التنفس بتاع الفرخ، فبلاش برضه المروحه تبقى متسلطه، يعني خلي المروحه وشها لفوق لو هتحط مروحه بحيث انها تغير بس الهواء في المكان او تطلعه بره. طيب احنا كده اتكلمنا في ميه وفي علف وفي تهويه. النقطه الثالثه بقى اللي في ناس كتير ممكن ما بتاخدش، او الرابعه اللي ناس كتير بتاخدش بالها منها، هي الفرشه. طبعا عارفين كلنا ان احنا بنزود سمك الفرشه في الشتاء ل 7 8 سم وساعات ل 10 سم، لان الخرسانه بتبقى جايبه ساعه جامده على رجل الكتكوت وخصوصا في العمر الصغير، فاحنا بنزود طبقه النشاره. لكن في الصيف عكس كده تماما، كل ما بتزود نشاره كل ما بتمسك حراره اكتر، وكل لما الحراره تخرج منها بتاخد وقت اطول، فتلاقي الفرخ دايما عندك حتى بعد الحر ما بيعدي المغرب العشاء بالليل الفجر حتى تلاقي الفرخ لسه حران، لان النشاره نفسها او الفرشه نفسها ماسكه حراره لسه ما زالت وما طلعتش منها. فرجاء نخلي بالنا من الحته ديت، ونخلي الفرشه في الصيف سمكها 2 سم بس، ولو 1 سم عادي ما فيش مشكله. يعني كل الفرخ لما يكون قريب من الخرسانه اللي هي بتاعه الارضيه كل لما جسمه يبدا يترطب منها شويه، وكل لما الخرسانه ديت تمص الحراره اللي في جسمه، والفرخ يبدا يفرغ الحراره اللي في جسمه عن طريق ان جسمه يلمس الخرسانه ديت فيبدا يبرد جسمه من جوه شويه. فنركز في الكام نقطه دول يا جماعه.
واي حد عنده اي استفسار يسيبوا لنا في تعليق، واي حد محتاج اي حاجه بخصوص الجو اللي احنا فيه او بخصوص تربيه الفراخ ده عموما يسيبوا لنا في تعليق، وباذن الله نرد على تعليقكم كامله. وما تنساش برضو اللايك والشير، وابعت الفيديو ده لاي حد بيربي فراخ ممكن يكون سبب في انقاذ الفراخ عنده. ربنا يرزق الجميع، وربنا ما يخسر اي حد ابدا، واي حد محتاج حاجه يسيبها لنا في تعليق. اخوكم ابو نوح، سلام.